الاهلي بيخسر في كاس مصر من المقاولين 3-0 بالناشئين بعد ما خسر في كاس الرابطه بالبدلاء اللي موجودين مع الفريق الاول. وهنا السؤال يستر معنى ان انت ما تلعبش بالبدلاء وتريحهم ماتش واتنين، اذا انت وقفت على مستواهم ومش محتاج تعرف امكانياتهم ايه، وخلاص عرفت مين اللي المفروض يكمل معانا ومين اللي المفروض يمشي في يناير، وتنظف الفريق من اشباه اللاعبين. ومعنى ان انت تلعب بالناشئين ماتش واتنين، اذا انت عارف ان فيهم حد ممكن يفيد الفريق، وخلاص بدأت تظهر الملامح وتعرف مين اللي موجود ممكن يفيد الفريق فيما بعد، سواء الفريق الاول دلوقتي او ان انت تطلعه اعاره ويرجع لنا بعد كده. خلاص لازم نكون طلعنا بمكاسب من خروجنا من كاس مصر، وطلعنا بمكاسب من كاس الرابطه، وهي ان احنا نصفي الفريق، نصفي قطاع الناشئين، نشوف اللعيبه اللي تنفع في البدلاء يكونوا موجودين، ونشوف اللعيبه اللي تطلع من في قطاع الناشئين تكون موجوده، لان ما ينفعش نخرج من كاس مصر، وما ينفعش يكون ده شكلنا في كاس الرابطه ونخسر في كاس الرابطه 3-0 من المقاولين ومفيش اي استفاده. لو جيت تدور النهارده على مباراة الأهلي والمقاولين وتشوف الناشئين مين حد أو مين أفضل حد كان موجود في الملعب، هتلاقي عمر سيد معوض، هتلاقي إن ممكن إبراهيم الأسيوطي، هتلاقي إن ممكن مثلا محمد رأفت ستايل مهاجم كويس جدا. لكن غير كده مش هتلاقي اكتر من يعني هم الثلاث اربع لعيبه. محمد عبد الله كده كده معروف وموجود مع الفريق الاول. خط الدفاع احمد عبدين مستوى سيء جدا، اللاعب اللي جنبه اياد كان مستوى سيء جدا، حتى مهند الشامي النهارده ما كانش افضل حاجه، وابراهيم عادل مستوى سيء جدا. كل اللعيبه النهارده ما كانتش افضل حاجه، حتى زعلوك لما نزل، وحمزه عبد الكريم لما بدا. ماتش سيء من بعض اللاعبين. لو قلنا في مميزات او في لعيبه تنفع مع الاهلي هو عمر سيد معوض وابراهيم الاسيوطي، وزي ما قلت محمد رأفت ممكن يتصعد وممكن يطلع اعاره، لعيب بيتحرك في كل مكان في الملعب، في الخط الامامي بيلعب راس حربه، بيلعب جناح، وبيلعب رقم 10. دول اكتر لعيبه لفتت انتباهنا النهارده، دول افضل لعيبه ممكن تستفاد منهم. لازم زي ما قلنا يسترب ينظف الفريق الاول من البدلاء اللي مش موجودين على مستوى النادي الاهلي، ولازم كمان يشوف الثلاث اربع لعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين ويصفي القطاع ده خالص ويمشي الباقي، او يطلعوا اعاره او يطلعوا بيع، واحنا نستفاد وهم يستفادوا. لكن بالشكل العام كده مفيش اي استفاده الاهلي خدها من كاس الرابطه ولا من كاس مصر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.